بات لا ما يعجبوني غير هذول اللي يجلسوا قبل الفطور بدل ما يقروا قران ويقعدوا يدعوا ويكسبوا حسنات يقعد يرسل لك صور اكل في الواتساب. يا الله الله يا ضعيف يا مريض. انت مريض صح؟ صورة مويه معرقة ويضحك. ما في شيء يضحك، ما في شيء يضحك. ترى قرفتني كل يوم نفس النكتة. خلاص هي مرة واحدة كل يوم ترسل نفس الشيء. خلاص يا حبيبي. لا وبعدين يعني اليوم رسل لي رز كذا مفطح. اكيد ما حاشتهي بالفطور مفطح. ايش جو كرشك اللي قاعد تفكر بمفطح في الفطور يا اخي؟ مريض انت؟ هذه فلتك؟ هي دي الفله بالنسبه لك؟ فلتك انك ترسل صوره مويه معرقه؟ هذه فله؟ يا انت مره ضعيف. انا واثق انت مره ضعيف، يسموك في الجروب ضعيف. فاهم الفله غلط اقسم بالله. ارسل صوره هشك بشك رقص دلع، يعني عقليه نكسب فاهم؟ كده ننقهر. اما ترسل لي مفطح ايش ما في امه. اللهم اني صايم يا جماعه حقيقي، اللهم اني صايم يعني حقيقي. ديسكاستنج اللعنه حقيقي. يا ترسل شيء على القيمه يا لا ترسل رز ومويه وايش. جيعان انت؟ جيعان؟ ارسل شيء فاهم انت؟ ارسل فاهمين؟ ايوه خليني اقول لك الله يودك رمضان فك هاي. امي حبال اقسم بالله يعني اللي قاعد يصير عندنا في البيت شيء فظيع. امي قامت تشيكت ليش؟ تقول نفسيتها تعبانه. فين رايحه طيب؟ التشييك ده كله والعطر فين رايحه يا زازا؟ او حتحط مكياج والله عجيب. خلاص اخرج من هنا امي روح على المطبخ سوي قهوه وروح على الصاله واقعد. ايش تبي احلى من كده خارجه؟ يلا احلى عني طول النهار بهالبيجامه الواسعه. ايوه نجمع فلوس يا امي ما نصرف يا امي. كم صار معاكي بالله؟ نصرف والله السوبر ماركت كل يومين عم روح مسكينه. ودي افصل فصلة العيد يا جماعه. عارف في ناس مره كثير انصدمت السلطان ليش فكيت الثلاجه؟ عشان في ناس مره كثير بتفك الثلاجه تشرب مويه تاكل 10 كيلو لحم وتقول اوه نسيت الدنيا رمضان اللهم اني صايم. لا حبيبي انت فاهم الموضوع غلط. يجوك الجزء الثاني. هذا الجزء الثاني اللي هو اللي متجوزين اللي يا شيخ قبلت امرأتي قبل الفطور ب3 دقائق افطر. حبكت قبلها حبكت الحب يطلع قبل الفطور. حبكت خلاص اجل لي البوسه شويه يرحم امك. اجل لي. مسكت يديها وانا ماشي في السيب اموض افطر. مالي صلاح انا بقصه زواجك انت وزوجتك. يعني حاول قد ما تقدر انك انت لا تمسك الخشه اللي جنبك. الفئه الثالثه هذه الكاي يعني قبلت زوجتي ارحم منها اللي هو ايش؟ يفضل حاط المويه لين يأذن يقوم يشربها. لا يا شيخ يعني هذه القطره هي اللي حتشفيك 19 ساعه يا جمل. ايشمك مسوي وضعيه الجمل وبس يقول الله اشرب مويه افطر. والله ما ادري يعني كنت اشرب من البدايه بصراحه. فحبه يرحم امكم يعني. ايش محسسني ان المويه دي بتتخزن في سنامك كانه عندك سنام؟ ليش مديني دي الوضعيه؟ ترى نقدر نعيش اكثر من يوم من غير مويه مبدئيا يعني. اقدر اجيب لك الرقم. خش على النت كم يوم اقدر اعيش من غير مويه حيقول لك. الضم؟ ايه؟ الضم؟ ايش الضم؟ كل الموضوع اللي انا حاب اوصل انه خلاص كل سنه نفس الاسئله. لازم نغير اسئلتنا بصراحه. يعني انت قول لو مسكت باطها افطر، لو حطيت يدي في خشمي واكلت افطر. يعني نبغى اسئله جديده تكفى يعني لا تشرب مويه وقت الاذان اشرب مويه بعد الاذان افطر. يعني نبغى اسئله كده تدينا حيويه وطاقه. اوكي تكفى يا جماعه او بطلوا نقوا يا كده يا كده. شكرا يعطيكم العافيه ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا وسامحني اني سلكتك فانا اسف. ها يعني اكيد من المليون الا ما يطلع واحد قال لي حرمته قبل الفطور هات قبله وسال الشيخ. اكيد جوك بيض يا وحش. جوك مره بيض يعني المفروض حرمتك تخلعك والله العظيم. استغفر الله العظيم. امزح فبس
يا جماعه فيرحم امكم ركزوا في صيامكم واللهم اني صايم. ايه صايم؟ اي والله. مدير كم؟ كم؟ يا جماعه فل 38 ريال كذا. في فصله ببالي بس خايف الناس تزعل. ايش فيها؟ في عيال كاي يعني كذا لما تقولها كاي فاهم يعني زي ايوه فعادي ايه. كذا ايش رايك نسلكهم شويه؟ والله ما اعرف. يزعلوا عادي يعني بس عادي يعني اقول معقوله في اسم حد عيله كذا عيلته غريب اسمه او يزعل لو قلنا. والله يا جماعه يعني عيلته مره غريبه. لا ما بمزح غريبه اللعنه. وتعرف عيلتي؟ ايش بك؟ هذا لا مو نتريق انت يا اخي قليل ادب اقسم بالله انت صاحب سوء ورب النعمه. انا قلت نسلك مو نتريق في فرق. شوف فرق بس نتريق يعني احنا قاعدين نطقطق نسلك قاعدين نضحك. غريب اقسم بالله. ايش رايكم بالله حمسوني ما اعرف عادي ولا مو عادي. ناس جات سالتني قالت طب سلطان كيف تقصد؟ انا اقول لكم كيف دحين بس خليني كيف احضرها امخمخها في راسي واديكم اكزامبل. اعتقد انه هي عادي يعني ما فيها شيء انا بس بتكلم. فاهمين انتوا ولا فاهم؟ قاعد احاول افهم. دحين يا جماعه مره اسف يعني المحامي قال لي يستحسن لا تسويها مع انه انا كذا من جوا من دمي كذا نفسي اسويها وانا عارف حيجي يوم واجيب العيد واسويها بس قال لي يستحسن لا تسويها. ما انت يعني نو نيدد. هو الموضوع يا جماعه مو قصدي شيء انا بس حقيقي في مواقف تضحك يعني في اشياء صارت معايا كده يعني فاهمين كده. والله العظيم كاي يا جماعه والله بتسوي سكيب بس ما حينفع لا يس. كل الناس خليها تحبني يعني ان شاء الله ما حد حيزعل. هو ما حد يزعل مني عشان يعرف انه انا قصدي كويس مو قصدي شيء. السالفه ضحك وناسه بس برضه ما ينفع احس يس صح. حتى امي قالت لي لا فما ينفع. كل الناس خير وبركه وكلنا ما في احد احسن من احد وبس يعني ما حد يفهموها زي ما انا ابغى افهمها فاهمين يعني خلاص حقولها في البيت من غير ما انشرها. والله انتوا عارفين انا بين كل فتره وفتره لازم كده يجيني احساس انه لازم اشكركم عشان حقيقي شكرا لكم وشكرا لدعمكم. شكرا عشان وصلتوني لهذه المرحله. شكرا لثقتكم لي لما اسوي لكم اعلان بتدعموني وبتروحوا وبتشتروا وبتخربوا الدنيا فمره يعطيكم الف عافيه حقيقي والله. فشكرا لكل اخ واخت عندي. شكرا لكل انسان يحبني. شكرا لكل انسان يتمنى لي الخير. ورمضان كريم وان شاء الله يجي العيد ونكون كلنا مبسوطين وباذن الله تكون الازمه هذه انتهت.